بتبدأ القصة من 40 سنة. تريدواي سايق عربيته زي المجنون طاير بيها والشرطة بتجري وراه. تريدواي اتصاب في بطنه فمسك ولعت العربية وبيكوي بيها الجرح وهو سايق. في نفس الوقت صحابه اسمهم ابل وليونا راكبين في عربية وراه بيجروا بيها بسرعة وبيهربوا برضه من الشرطة. تريدواي بينتبه لوجود طيارة هليكوبتر تبع الشرطة ورايحاله، فبيقرر يسوق بالعكس ويضرب الطيارة بسلاحه، وبعدها بيدخل نفق يهرب منها وخلى عجل العربية يطير الطوب على عربية الشرطة وخلى العربيات تخبط في بعض. تريدواي بيقرب بالعربية الجسر، لكن ده كان اخر الطريق، فبيقول لابل وليونا انه اذا فشل يبص جواه. تريدواي قرب من نهاية الجسر، بعدها بيطلع ايده من الشباك كأنه بيستخدم طاقة داخلية، راح ناطط من العربية زي المجنون والعربية بتاعته وقعت من فوق الجسر. ابل وليونا اتفاجئوا بعربية كبيرة خبطت فيهم وعربيتهم اتقلبت. بيفوقوا من الحادثة لكن بيتفاجئوا براجل لابس بدلة ومعاه سلاح غريب. ابل وليونا ماسكين ايد بعض وبيوعدوا نفسهم يتقابلوا في الحياة الجديدة. الراجل ضربهم بالسلاح الغريب والمكان كله فجر بقوة. بتعدي السنين، بنشوف ايفن وهو بيصحى من النوم وكان بيحلم بالمطاردة اللي حصلت من شوية. بنعرف ان ايفن عايش في نيويورك في سنة 2020 وان عنده مرض في عقله وبيضطر ياخد حبوب كل يوم. ايفن بيحاول يلاقي شغل، لكنه زي كل مرة المدير بيكتشف ان ايفن كان موقوف عن العمل في اخر شغلانة بعد ما كسر دراع عميل كان بيضايق موظفة. ايفن بيحاول يقنع المدير انه هيبقى احسن من الاول، لكن برضه المدير بيرفضه. ايفن محتاج لفلوس عشان الادوية بتاعته ومصاريف الايجار، فبيشتغل في التزوير وبيعمل سيف كاتانا المفروض انه اثري وبيبيعه لواحد من العصابات. وبالرغم ان هو ما عندهوش خبره في الحداده، لكن هو كان مبدع فيها وبيحس انه بيفتكر شخص في زمن قديم كان شاطر في صنع السيوف. بعدها ايفن بيروح لشقه راجل العصابات ويسلمه سيف الكاتانا، لكن بيلاقي صبيانه بيتنططوا عليه. ايفن بيطلب حسابه ويكون جزء منه في شكل دواء اللي بياخده، لكن بيتفاجئ ان المبلغ اقل بكتير من اللي اتفقوا عليه. ايفن كان هيتعارك وياخد السيف منه، لكن واحد رفع عليه مسدس وبيهددوا بيه. رئيس العصابه بيمسك السيف وعايز يختبره، بيقول لبنت تمد ايديها عشان يقطعها. الراجل فعلا هيقطع ايديها بالسيف، لكن ايفن بيتدخل وياخد منه السيف بسرعه وبيهدد العصابه انه هيقتل الرئيس، والعصابه ما قدروش يعملوا حاجه. ايفن استغل الفرصه واخد الدواء بتاعه وراح ناطط بسرعه عشان يهرب، والعصابه بيحاولوا يضربوه. ايفن سمع الشرطه بتقرب فقرر يطلع فوق السور، لكن وهو فوق بيشوف رؤيه وبيلاقي نفسه في مكان جليدي مع ليونا. ايفن بيتوتر ويدوخ وراح واقع من فوق السور ونزل على العربيه. في نفس الوقت بنلاقي منظمة خفية بتراقب ايفن، وفي عالم عندهم اسمه بورتر بيستخدم جهاز كشف للأماكن وبيبعت بنت عشان تنقذ ايفن. ايفن بيفوق وبيلاقي نفسه مقبوض عليه لأن معاه أدوية ممنوعة. كان قاعد في أوضة الاستجواب فبيدخل عليه راجل اسمه باس روست وفي ايده سيف الكاتانا. الراجل ما كانش من الضباط، لكن بيتوقع من ايفن انه يقدر يعرفه وبيفكروا باجتماعاتهم القديمة، لكن ايفن مش فاكر حاجة منها. وواضح ان باس روست عارف كل حاجة عن ايفن، زي ان ايفن كتب على صدره ابحث في الداخل، وانه لما كان مراهق عمل حادثة عربية وده تسبب ان ايفن يركب لوح فولاذ في الجمجمة. باس روست بيطلع كذا حاجة من شنطته، بيسأل ايفن انه حاجة فيهم بتاعته، لكن ايفن ما كانش عارف الحاجات دي بتاعت مين. باس روست طلع رصاصة وحطها جوه السلاح ورجع سأله نفس السؤال، لكن ايفن برضه مش عارف يرد. وهو باس روست ضرب بسلاح. ايفن اترعب من اللي حصل، راح مسك الحاجات اللي قدامه يشوفها، وفجأة بتجيله رؤية ويشوف احداث قديمة. باس روست كان فرحان ان ايفن بدأ يفتكر، وايفن بيتفاجئ ان السلاح كان فاضي. باس روست بيقول له انه اتعلم الخدعة دي منه وانهم صحاب من زمان، بالرغم ان ايفن مش عارفه. فجأة بتدخل عربية في المكان تخرج منها بنت اسمها نورة بتضرب بسلاحها على الضباط الموجودين، وضربت الكلبشات اللي في ايد ايفن وقدرت تحرره. باس روست بيروح بسرعة يركب عربية ضخمة بيجري بيها وراهم، ونورة بتهرب بعربيتها جوه المبنى ودمرت المكان باللي فيه، وايفن راكب معاها. بيضطروا ينطوا بالعربية ويخرجوا من القسم، لكن باس روست كان وراهم بعربيته. نورة بتدوس على زرار تسمح لايفن انه يسوق العربية، تطلع هي من الشباك وتضرب الضباط بقنابل متفجرة. نورة بتفجر المكان وقدرت تهرب بالعربية، وباس روست عربيته اتزنقت في المكان. بعدها بيروحوا المطار، وايفن ما كانش عارف مين البنت دي، لكن نورة بتفهمه ان سبب المهارات اللي عنده وان ايفن ما يعرفش ازاي يتعلمها هو ان ايفن شخص لا نهائي، وانه عنده القدرة على التناسخ، وان كل احلامه اللي بيشوفها هي حياته القديمة وذكريات حقيقية. ايفن ما كانش مصدقها وبيقول لها ان دي هلاوس بسبب مرضه الذهني. ايفن بيوافق يركب معاها الطيارة بشرط انها تجاوبه عن الاحلام اللي بيشوفها.
في نفس الوقت باسروست بيستخدم طريقة غريبة للعلاج، وبتيجي شين المساعدة بتاعته بتعرفه ان ايفن ركب الطيارة وهرب، وباسروست بيأمرها تروح وراه لان ايفن هو المفتاح عشان يلاقي البيضة. بنرجع لايفن وهو في الطيارة، نورا بتفهمه ان في اقل من 500 واحد في العالم عندهم القدرة اللانهائية، وبتوضح له ان الانفينيتي بيتقسموا لفرقتين، فرقة مؤمنة وفرقة غير المؤمنين. نورا بتعرفه انها تبع فرقة الانفينيتي المؤمنين، وان مسؤوليتهم هي مساعدة العالم يبقى احسن، وده عن طريق استخدام قدراتهم. وبتفهمه ان باسروست مش مؤمن وعايز العالم ينتهي باي طريقة. ايفن بيوصل بالطيارة لمكان اسمه المركز، عبارة عن مبنى في جزيرة مخصص للانفينيتي المؤمنين. نورا بتوضح لايفن انه كان عايش هنا في حياته اللي قبل كده. ايفن بيشوف الناس بتتدرب على الفنون القتالية وبعدها بينحنوا ليه ويحيوه. ايفن ما كانش فاهم، لكن نورا بتوضح له ان عندهم امل ايفن يكون متناسخ مع واحد اسمه تريدواي. ايفن بيروح لمكتب تريدواي، بيلاقي صورة ليه ومعاه ايبل وليونا. نورا بتوضح له انها تناسخ لشخصية ليونا، وان رؤية ايفن للجبل التليجي كان اليوم اللي تريدواي انقذ فيه حياة ليونا. بعدها ايفن بيقابل رئيس قسم الابحاث، بيوري له هولوجرام لشكل باسروست في كذا زمن قديم، وانهم بالفعل كانوا اصدقاء. لكن باسروست فقد الايمان وبيعتبر التناسخ لعنه وعايز يتخلص من قدراته. ايفن بيشوف هولوجرام تاني ان العالم اتدمر بالكامل، وده لان باسروست قدر يخترع سلاح قوي جدا وسماه البيضه السحريه، وان البيضه تقدر تدمر كل الحياه البشريه، وبكده مش هيكون في اي جسد يقدر يرجع له تاني. رئيس قسم الابحاث بيوضح لايفن ان تريدواي قبل ما يموت قدر يسرق البيضه من باسروست، لكن هو اخدها معاه لقبره ولازم يلاقوها الاول، وعلشان كده ايفن محتاج يفتكر حياته القديمه ويعرف هو شالها فين. بعدها بنشوف بورتر على مكتبه، لكن حد ضربه بسهم في ايده، وبيتضح انه باسروست والمساعدين بتوعه بيعذبوا بورتر بكل الطرق عشان يكشف لهم على مكان ايفن، لكن هو بيرفض يقول حاجه. باسروست جاب اخره منه وراح ضربه بالسلاح الغريب اللي معاه. بنرجع للمركز، ايفن بيعرف ان جسد تريدواي موجود في ثلاجه عندهم، وقدروا يحافظوا على خلايا جسمه وما تتحللش. نورا بتشرح له انهم بيحاولوا يدرسوا ويفهموا سر قوه الانفينيتي، لان تريدواي قدر يعلي من قدراته لليفل اعلى من اي حد، وقدر يتحكم بالطاقه، والمفروض ان ايفن يقدر يعمل نفس الحاجه. ايفن بيتدرب عشان يقدر يستعيد ذكرياته ويتحكم في القوه اللي عنده، ويقدر يفتكر مكان البيضه. بيتدرب مع واحد اسمه كوفيك، وايفن قدر يستعيد قدراته القتاليه وقدر يغلب كوفيك بسرعه. وهما بيتدربوا ايفن بيشوف كذا رؤيه فيها تريدواي وهو بيقاتل واحد على الجسر. بعدها ايفن بيدخل جوه آلة عشان تحفز عقله ويقدر يعمل تمارين لجسمه، وده لان الاعضاء ليها ذاكره. وفي يوم ايفن بيلاقي كوفيك موجود في مخزن الاسلحه. كوفيك بيوضح له انه لقى طريقه يستخدمها ويعمل هندسه عكسيه لسلاح باسروست، وده لان سلاحه مميز، ومش بس يقدر يقتل اي حد من الانفينيتي، لا ده كمان يقدر يحبس روحهم في شريحه رقميه، وده هيمنعهم من التناسخ. وبسبب السلاح ده في اكتر من 200 واحد من فرقه الانفينيتي المؤمنين محبوسين في شرايح رقميه. ايفن بيروح لنورا وبيكتشف انها محتفظه بكل صور حياتها القديمه، وان في صوره ليها مع ابل. نورا بتوضح انهم بيحبوا بعض لدرجه ان هم اتفقوا على مكان يتقابلوا فيه في كل مره بيتنسخوا فيها، وده معناه ان علاقتهم قديمه جدا. لكن من سوء حظ ابل انه اتضرب بسلاح باسروست وما قدرش يتنسخ تاني. ايفن بيدخل للآلة، بيشوف نفسه وهو تريدواي كان على الجسر وبيتقاتل ضد واحد، واتضح ان الشخص ده كان باسروست في حياته السابقه. وبعد ضرب كتير باسروست زق تريدواي من الجسر وسرق شنطته، لكن اتضح ان الشنطه كانت فاضيه والبيضه مش جواها. جسم ايفن بيتاثر من الاحداث فبيفصلوه من الآلة بسرعه. جريك بتقول ان عقل ايفن اتاثر بسبب الحادثه اللي عملها، وده معناه ان ذاكرته اتاثرت، وبكده مفيش حل تاني غير ان هم يمشوا من المركز ويروحوا للمهندس. في نفس الوقت باسروست بيضيف شريحه بورتر للمجموعه بتاعته، وبيطلب من مساعدينه يلاقوا ايفن باي طريقه. بعد ما ايفن واللي معاه مشوا من المركز، شين واللي معاها بيوصلوا، بينزلوا ببدله طيران، بيتسحبوا عشان يدخلوا المركز، وبتبدا معركه ناريه. باسروست كان معاهم، بيلاقي جاريك، وبنعرف انهم كانوا بيحبوا بعض في حياه سابقه. جاريك بترفض تقول له اي معلومه، لكن باسروست هدد انه هيأذي المساعدين بتوعها، وجاريك اضطرت تقول له على مكانهم. بنشوف ايفن والفريق معاه بيوصلوا الكازينو، وبيلاقوا المهندس بيعمل تجارب على جثه. لما المهندس سمع ان ايفن ممكن يبقى هو تريدواي بيفرح جدا، بيعرفهم بوجود آلة متطوره هتقدر ترجع ذكريات ايفن، لكن بيحذر انها ممكن تقتله. ايفن كان قلقان، لكن ما لقاش قدامه اي حل تاني، لان اذا ما وقفوش باسروست كده كده هيموتوا. باسروست بيوصل للكازينو، بيعمل هاك للكاميرات، وبيقدر يتجسس على ايفن وفريقه. ايفن بيدخل الجهاز وبيقدر بسرعه يسترجع الذكريات
ذكريات وهو بيهرب بالعربية. المهندس بيرفع من قوة التجربة لدرجة ان نبض ايفن وقف، لكن بسرعة طلعوه من الآلة وافتكروا انه مات. وعقل ايفن كان بيسترجع كل ذكرياته القديمة، واخيرا بيفتكر كل حاجة. بيقوم هو تعبان، لكن بيعرفهم انه استرجع ذكرياته ويقدر يحدد مكان البيضة، وانه لما قال لهم ابحث في الداخل كان يقصد جوه جسمه، وده لان تريدواي حط البيضة جوه جسمه وهو سايق العربية بسرعة وكوى نفسه بعدها بالولاعة. كل ده وبس روست سمعهم وفورا بيرسل مساعدينه عشان يسرقوا جثة تريدواي من المركز. التيم بيستعدوا عشان يطلعوا من الكازينو، لكن فجأة بيظهر اتباع باس روست وبيضربوا نار عليهم. التيم بيقرروا يهربوا من الاسانسير. كوفيتش بيقرر يفضل ويواجههم ويوفر شوية وقت لتيمه عشان يهربوا. كوفيتش بيوصل لمخزن الأسلحة وبيفجر المكان عليهم، قدر يقتل منهم كتير وبينط عليهم ويواجههم بكذا ضربة بإيده، لكن وللأسف باس روست بيضرب كوفيتش بسلاحه المميز. في نفس الوقت بنكتشف إن إيفن هيموت بسبب نقص الدم، ونورا بتضطر تسيبه مع المهندس عشان يعالجه وتروح هي تواجه باس روست وتنتقم لكل واحد مات. بنرجع للمركز بنلاقي اتباع باس روست قدروا يسرقوا جثة تريدواي. باس روست فتح الجثة وقدر يستخرج من بطنه البيضة. في نفس الوقت ايفن بيفوق بيلاقي نفسه في مخبأ بتاع المهندس، وان المهندس قدر يعالجه. ايفن عارف ان نورا راحت تواجه باس روست لوحدها، بيقرر يقوم ويروح يساعدها. بنلاقي نورا في اسكتلندا بتحاول تضرب باس روست بطلقة سنايبر من بعيد، لكن باس روست وبقدراته قدر يفادي الطلقة وبعد فورا تيمه يفنشوها. باس روست قام استخدم آلة حديثة بتتحكم في طيارات درون حربية. نورا بتضربهم وبتقدر تهرب منهم، لكن الطيارات بتضرب عليها قنابل بقوة. بيوصل عندها القوات الخاصة بيضربوا عليها، ونورا مهما حاولت تقتل منهم كانوا بيزيدوا. باس روست بيسيب الطيارات وبيستعد للهروب بالبيضة، ونورا لقت نفسها متحوطة من كل ناحية. لكن فجأة بيظهر ايفن في عربية، والمهندس كان في هليكوبتر وبيضرب اتباع باس روست من فوق. ايفن بيجري بالعربية للقصر، لكن شين بتضرب بار بي جي والعربية اتقلبت. ايفن كان لسه عايش، لكن نورا اتصابت في رجليها. وفي نفس الوقت انتبهوا ان باس روست راح للطيارة بتاعته وبيهرب بيها. ايفن ركب موتوسيكل بسرعة وجرى وراه، لكن نورا قررت تفضل وتدور على الشرايح اللي فيها المؤمنين عشان تحررهم. وهي بتدخل القصر بتلاقي شين واقفه بره بتواجهها، لكن نورا كانت متصابه وبتفايت بصعوبه، لكن قدرت تغلبها وتقتلها بسكينه. باقي القوات الخاصه كانوا هيقتلوا نورا، لكن المهندس ضربهم من الهليكوبتر. نورا بتدخل جوه القصر بتحط متفجرات على الخزنه. المهندس بيقول لنورا يبعده، لكن نورا بترفض وانها عايزه تكون موجوده عشان تحرر كل الارواح وتبقى معاهم. المهندس بيخرج ونورا بتوعد قبل انهم هيتقابلوا في المكان بتاعهم، والقصر كله انفجر. ايفن بيجري بالموتوسيكل عشان يلحق باس روست، بيطلع فوق التله وبينط على جناح الطياره، بيضرب الطياره بسيف الكتانه عشان يتمسك بيها، والموتوسيكل اتقلب ووقع جوه المحرك والتحكم بتاع الطياره اتاثر. باس روست بيسوق الطياره بنفسه، بيلف بيها في كذا ناحيه عشان يوقع ايفن، وايفن بيحاول يمسك فيها. ايفن بيفتكر تريدواي وازاي يستخدم قدراته وهو راكب العربيه. ايفن بيستخدمها هو كمان وبيقدر يتحكم في الطاقه حوالين منه وقدر يدخل جواها. ايفن لقى الصندوق اللي في البيضه ولسه هيضربه بالسيف، لكن بيقع على الارض واتضح ان باس روست ضربه بالمسدس في راسه. وبالرغم من كده ايفن بيقوم ويطلع رصاصه من راسه، وبيفكر باس روست ان في صفيحه فولاذيه في راسه من يوم الحادثه اللي عملها. بعدها ايفن وباس روست بيتواجهوا في معركه شرسه. ايفن بيفتكر مهاراته القتاليه باستخدام السيف وقدر يضرب الرصاص بالسيف ويحمي نفسه. في نفس الوقت الطياره كانت بتتدمر وبتقع من فوق، والصندوق اللي في البيضه بيقع من الطياره. ايفن جرى وراها ونط من الطياره، وباس روست هو كمان لحقه. بيتعاركوا في الهوا. ايفن قدر يطلع البيضه من الصندوق وخباها في الجاكيت. باس روست بيحاول يمنعه، لكن ايفن قدر يضرب ايده بالسيف وخطف السلاح المميز منه. ايفن فورا ضرب باس روست بطلقه في راسه، وبكده باس روست مش هيقدر يتناسخ تاني. ايفن بيقع في البحر والبيضه معاه، لكن ايفن مش قلقان انه بيغرق في القاع لانه هيقدر يتناسخ تاني، وبكده البيضه هتكون متأمنه. بعد سنين نورا بتتجسد في حياة جديدة، وقابل هو كمان بيتجسد، ولما كبروا بترجع ليهم ذكرياتهم، واخيرا بيقدروا يتقابلوا في المكان بتاعهم. ايفن هو كمان بيرجع في جسد واحد من اندونيسيا، وبيكون عنده مهارة كبيرة في الفنون القتالية. وفي يوم بيجي مهندس عنده بيديله سيف الكتانة، وفورا بيبدأ يفتكر ذكرياته كلها، وبيسأل المهندس ليه اتأخرت كل الوقت ده.